اللي حصل في سوق لحد النهارده يا جماعه، وايه الاسعار اللي كانت ماشيه، وايه الطيور اللي كان عليها لم بشكل غير عادي، وايه الاسعار اللي ارتفعت بالنسبه للطيور في سوق لحد النهارده. تابع معايا الفيديو ده للنهايه. اتمنى لو اول مره تشوفنا على اليوتيوب او لو استفدت اي حاجه من الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، اتفضل وليس امرا عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى لو انت سمعت خبر حلو او اي حاجه في الفيديو او اي حاجه استفدت منها ما تحرمناش من الاشتراك بتاعك الجميل، لان الاشتراك بتاعك ده هيفرق معانا طبعا كتير. طبعا النهارده يا جماعه اللي حصل في سوق لحد النهارده ده كان المتوقع، وده اللي ممكن يكون الفتره اللي جايه هيحصل على الطيور لو التصدير فضل شغال بالشكل الغير عادي ده. طبعا ومن فتره كبيره، يعني من اسبوعين او ثلاثه او من جمعه او من جمعتين، ان احنا عارفين ان الروز اللاتيني مش موجود، وكان عليه طلب وصل لحد 470 جنيه و480 جنيه، واصبح الان الروز اللاتيني مش موجود في السوق. هنقول على الطيور اللي ما كانش موجوده بكثره في سوق الحد، والاصبح بالفعل ما هيش موجوده بالنسبه للكبير الشغال. النهارده الكوكتيل اللاتيني اصبح مش موجود في السوق بالنسبه لسوق الحد، وما زالت الطلبيات شغاله. الله اعلم التصدير هيقف امتى، بس الطلبيات ما زالت شغاله. الكوكتيل عامه كان النهارده في سوق الحد قليل جدا، وده خبر بالنسبه لي انا كمربي خبر حلو، لان اصبح اللم على الطيور. اصبح النهارده التجار كانت بتلم الكوكتيل اللاتيني من 450 لحد 500 جنيه، النهارده التجار بتلم ب 550 وما هوش موجود. الرز اللاتيني بتلم على 500 جنيه وما هوش موجود. واحد يقول لي يا عم مفيش الاسعار دي، لا انا بقول لك الاسعار دي موجوده، وانزل السوق وشوف بنفسك. واتمنى لو انت بتتابع حركه السوق وعاوز تعرف ايه الطيور اللي مبقتش موجوده والطيور ايه الفتره اللي جايه اللي هيكون فيها ربح اعلى، تابع معايا الفيديو ده للنهايه، او تبعته لجميع اصحابك اللي هم بيربوا طيور يبداوا تشتغلوا على الطفره اللي هي مش هتبقى موجوده وهيكون فيها مصدر رزق ومصدر ربح. كمثال ان النهارده ان الروز بجميع الوانه النهارده كان عليه طلب ما عدا الاخضر، وان الكوكتيل النهارده ما كانش موجود. الروز اللاتيني بقى له فتره مش موجود اصلا في السوق، وسعره النهارده 500 جنيه. الكوكتيل النهارده بجميع انواعه كان قليل جدا في السوق بتاع الحد. النهارده يا جماعه الروز اللاتيني مش موجود. الروز اللي هو الالوان العين سودا، الروز النورمال الالوان العين سودا العوايد الكبير الشغال، النهارده كان على 400 على من 380 لحد 400 جنيه. وفي تجار كانت هتاخد على كده، واحد معاه 3 اجواز او واحد معاه كميه كان عاوز يسلمها على. النهارده لقيت الاستاذ مصطفى زينهم بيتكلم على ان السوق بصراحه ما شاء الله، ان يعني احنا متوقعين الكلام ده، وهو برضه كذلك الامر. هو استاذنا الفاضل وبيتكلم فعلا بيجيب الحاجه بمصداقيه، لاني انا من الناس المحترمه اللي احب اتابعها هي الاستاذ مصطفى زينهم. ولو في حاجه انا صح بخش اسال عليها. والاستاذ محمد عمر، دي القنوات اللي انا بتابعها والقنوات اللي انا بقدر اتواصل مع الاستاذ محمد، بقدر اتواصل مع الاستاذ مصطفى ونعرف ايه الدنيا بالظبط بالنسبه للسوق. النهارده يا جماعه ان الروز اللاتيني العين سودا النهارده في السوق كان النهارده بيتلم على 380 جنيه. يعني التاجر بيقول لك انا هاخد ده على 380 من 300 جنيه، ومن 320 ل 350 يجي التاجر يقول لك انا هاخد على 380. يعني هو محتاج الطيور. المربي بصراحه اتمسك وقال لك لا انا هطلع الروز على 400 جنيه اللي هو العين سودا الالوان. يعني كان بسعر اللاتيني كان بيتلم من اسبوعين او من شهر، كان الرز اللاتيني كان بيتلم ب 400 جنيه و420 جنيه. النهارده الالوان بسعر الرز اللاتيني. وفي ناس مع احترام الناس النهارده الشيلات بتاعتها فاضيه. التجار الا من رحم ربي، في تجار بتلم باسعار كويسه، وفي تجار هتروح بشيلات النهارده فاضيه. التصدير في مازال شغال. التصدير لو وقف لو فضل شغال بنفس الشكل ده، اصبح السريحه والتجار اللي بتلم في السوق مش هيلاقوا طيور يصدروها، ولا في مصر هيبقى يكون في طيور اصلا ان احنا نصدرها بره مصر. يعني الفتره اللي جايه احنا بدل ما بنصدر طيور، احنا هنستورد طيور من بره، هنستورد طيور لمصر. وعمرها ما حصلت او من فتره زمنيه كبيره كنا احنا مثلا ممكن نستورد انواع معينه. دلوقتي احنا هنستورد طيور لمصر، ان الطيور بدات تقل بشكل كبير في السوق، سواء بقى الطيور مش موجوده من اللم او المربيين ما بقوش ينزلوا، او المربين كل مربي متمسك بالسعر. اصبح الاسعار النهارده بدات ترتفع بشكل غير عادي. يعني الاسعار النهارده ما يبقى روز عوايد الوان بتسلم بسعر الرز اللاتيني اللي هو العين حمراء. يعني الرز اللاتيني كان التجار بتلمه على كام؟ على 400 و420. النهارده الرز العين سودا الالوان بتم على 400 جنيه في السوق.
دلوقتي اصبح ان كده الاسعار بدات ترتفع. يعني يا ريت الناس اللي هي بتسمع الفيديوهات دي، الناس في فعلا ناس بدات تتمسك بالاسعار وبداوا يعملوا بالكلام اللي احنا بنقوله واللي احنا بنشوفه في حركه السوق. يعني في ناس بدات تتمسك بالاسعار وبدات تتمسك بطورها وبدات تعزز طورها. الاسعار بترفع وده في صالح المربي مش في صالح التاجر. حاجه كمان ان الحبوب بدات ترفع. يعني الفلارس يتوقعوا في اي وقت واي حاجه ان الحبوب هترفع، الدولار ممكن يرفع زي ما احنا شفنا في الفتره اللي فاتت. حلو. يعني انت دلوقتي في السوق بقى حاجه غير طبيعيه في السوق. يعني حاجه في السوق غير طبيعيه. ممكن يكون في ارتفاع في الاسعار بتاع الطيور وممكن برضه يكون في ارتفاع في اسعار الحبوب. يعني حاجه غير متوقعه. يعني السوق اليومين دول في اقبال على الطيور بشكل كبير، في تصدير، في يعني في ارتفاع في الاسعار. ممكن يكون في كمان ارتفاع في الحبوب الفتره اللي جايه. ولكن عشان ما يجيش حد يقول لي انت بتعمل كده عاوز تقول ان الحبوب هترفع، لا، انا ما بقولش حاجات من دماغي. اللي انا شايفه قدام مني وشايف الوضع بتاع السوق وشايف ان الاستيراد بدا، ان الحاجه اللي احنا بنستوردها من بره بنستوردها ان الدولار كل ما، يعني دلوقتي كل ما سعر الدولار بيرفع كل ما سعر الحبوب هترتفع. يعني الحبوب لو ارتفعت تكلفه الطيور برضه تكلفه الاكل هتزيد. هيبقى اصبح الارتفاع اللي في الاسعار في الطيور ده اصبح برضه هيبقى مقارنه بالفتره اللي فاتت ما بقاش هيبقى مش هيكون في ربح. يعني كمثال اما كوكتيل مثلا اللاتيني كان متلم 450 وبدا يتلم ب 500، لو الحبوب ارتفعت برضه حتى لو التجار بدات تتكلم على 550 يعني كذلك الامر برضه ما فيش ارتفاع في الاسعار. بس تمسكنا بالاسعار واهتمامنا بعدم نزول السوق او عدم نزول السوق بكميات كبيره ده اللي هيرفع الاسعار للمربيين. غير كده الاسعار مش هترفع. والفتره اللي جايه لو التصدير فضل اللم ده شغال كل التجار اللي بتنزل بشيلات في السوق هتروح بيها فاضيه. يعني كمثال الحد، طبعا عارفين ان سوق الحد ما بيكونش فيه كميات كبيره بالنسبه للطيور غير سوق الجمعه. مع الوقت مع كل سوق اصبح الحد ده ممكن يكون فاضي. يعني يكون الجمعه هو الاساسي مش هيكون فيه بالنسبه للطيور او التجار هتلم بشكل كبير. هيبقى الاقبال اكتر على سوق الجمعه وزي ما حصل في سوق الحد هيحصل في سوق الجمعه. والناس اللي هي بتتابع الفيديوهات وبتسمع فيديوهاتي لو عاوزين تسمعوا الفيديو اللي انا نزلته بتاع سوق الجمعه ارجعوا شوفوه، هو اخر فيديو نازل بتاع سوق الجمعه وانا كنت قايل فيه ايه وقايل في فيديو بتاع الخميس ايه. ارجع للفيديوهات القديمه عشان تفهم احنا ماشيين ازاي مع حركه السوق وان انت ازاي تقدر ان انت تتابع معانا حركه السوق خطوه بخطوه وتعرف الاسعار وتعرف الطيور اللي بدات تتلم وبدات تتصدر والطيور اللي بقتش موجوده. حتى لو انت مربي بتنزل السوق وعاوز تبيع تعرف حركه السوق وتعرف قبل. يعني نصيحه كده لوجه الله، نصيحه للمربين كلها اللي بيتربوا والهواه، لان انا برضو زيكم هاوي تمام. قبل ما تنزل السوق اعرف اسعار السوق. ما تبيعش الطيور عشوائي يعني عميانا على الاسعار القديمه، لا، انت الطيور دي بتكلف عليك اكل وشرب ومجهود. وممكن كمان زي ما قلنا في الفيديوهات وبنوعي الناس وبنقول في كل فيديو لو بتنزل بكميات كبيره، لو هتنزل ب 10 تجواز انزل ب5 تجواز. انت كمربي لما الجوز ترفعه سعره 50 جنيه في الخمس تجواز هتعمل 250 جنيه زياده، انت اولى بيهم. اما تعمل مثلا عندك في ال10 تجواز 500 جنيه زياده هيجيب لك 10 كيلو فرارس هتاكل 10 تجواز شهر. متوقعين الفرق الشاسع؟ حاجه كمان احنا قلنا ما ننزلش بكميات. حاجه تانية قلنا قبل ما ننزل السوق نسال على الاسعار، نشوف الاسعار. احنا كمربين ما ننزلش نبيع عشوائي، ولكن هنعرف الناس الطيور اللي كان عليها لم بشكل كبير هي الروز اللاتيني والكوكتيل اللاتيني. الروز واللاتيني دول النوعين النهارده كان عليهم اقبال جامد في السوق وما كانوش موجودين. الانصاص، التاتشات، الشوشه وكورك، الزبره، الاسترالي عامه بجميع انواعه ما عدا الاخضر برضو وكان عليه لم بشكل كبير. ولكن غير النوعين دول الروز والكوكتيل يعني دول خلاص بقى اصبح السوق هيفضل فتره كبيره على الوضع ده ان هو مش موجود، لان كده النوعين او الطفرتين دول هما اللي ملمومين في السوق بشكل كبير. يعني الفتره اللي جايه مش هيكون في رز او كوكتيل متوفر في السوق بشكل كبير لو التصدير فضل شغال بنفس الوضع ده.